الناس اللي عمالة الأهلاوية اللي عمالين يتريقوا على الزمالك وعلى صفقات الزمالك والحاجات دي. يا جماعة هو انتوا واحنا بنهزر احنا التريقة دي بيبقى ليها وقت، وبيبقى والتحفيل بيبقى ليه وقت. لكن يا جماعة احنا مش بنهزر. احنا نتمنى ان الزمالك يدعم صفقات، يجيب كريستيانو رونالدو، يجيب ميسي، يجيب مش عارف. احنا عايزين الزمالك يعمل صفقات جامدة يا جماعة. انتوا عاجبكم حال الزمالك ده بالأمانة بقى، بدون تريقة وبدون تحفيل وبدون أي حاجة. انتوا عاجبكم حال الزمالك ده؟ يعني حال الزمالك ده ما يصعبش على الكافر. يعني احنا نتمنى ان الناس الزمالك يقوم، نتمنى انه يدعم صفقات في الجناح وفي المهاجم وفي النص وفي الدفاع وفي الباكات. ايه المشكله؟ انت عايز احنا عايزين الاهلي بس هو اللي يبقى قوي. يا جماعه والله العظيم مفيش منافسه، والله العظيم بجد مفيش منافسه، بجد مفيش متعه، بجد مفيش متعه. لا، الزمالك يبقى الزمالك كما هو، بنتريق عليه كل حاجه وبنتريق على بعض وبنحفل على بعض. واحنا رقم واحد، ولكن يبقى الزمالك هو المنافس الاول والاخير لينا، وهو المنافس التقليدي الدايم لينا، وهو المنافس على البطولات معانا، وهو اللي احنا بنعمل له ألف مليون حساب مش ألف حساب. ف كل ما اشوف على الفيسبوك اي صفقه للزمالك، لا ايموشنات ضحك، لا كومنتات تريقه وضحك. لا يا جماعه، لا يا جماعه. حتى حد هيقول لي طب ما جمهور الزمالك بيعمل كده. جمهور الزمالك بيعمل كده من غلبه، عشان عارف انك انت متفوق عليه صفقات ومتفوق عليه نتائج ولعب وكل حاجه من غلبه. لكن احنا ليه نعمل كده؟ احنا نتمنى المنافس بتاعنا يبقى قوي. احنا شايفين حال المنتخب، المنتخب ما بيبقاش قوي غير باهلي وزمالك، باهلي وزمالك. المنتخب ما بيبقاش قوي غير بالاهلي والزمالك. ف يعني انا فرحان جدا ان الزمالك بيدعم صفقات، فرحان ان القيد اتفتح بالامانه والله العظيم، فرحان انه بقى معاه فلوس. زي برضو حاجات اللي يقول لك جابوا الفلوس منين، فتحوا القيد ازاي؟ يا عم فتحوه من الباب اللي ورا. خليه بقى يدعم بقى ويقف على رجله بقى عشان نشوف كوره بقى، نشوف كوره بقى ونطلع للمنتخب. خليه يدعم ويقف على رجله عشان نشوف كوره ونطلع للمنتخب بقى. خليه. لكن عاجبكم حال الزمالك السنه اللي فاتت، الموسم اللي فات؟ آه، فنش مركز رابع ولا خامس ولا ثالث، وبعيد عن المنافسه من قبل الدور اول ما ينتهي. ده كلام يعني مش معقولة. لا، احنا عايزين الزمالك يبقى قوي جدا وبيراميدز يبقى قوي جدا، يبقى عندنا ثلاث أندية أقوياء جدا، بينافسوا على دوري وكاس كل سنة. ايه المشكلة عشان يطلع المنتخب؟ انا فرحان جدا ان الزمالك بيدعم والله. نتمنى كل الدعم للزمالك، عشان يا عم هو دعم قبل ماتش السوبر. يا عم انت هتشوف ماتش سوبر عالمي، هتشوف ماتش سوبر بمواصفات أوروبية، سواء ملعب او لعيبه. هتشوف ماتش سوبر بقيمه تسويقيه للعيبه محترفه ولاعيبه مصريه عاليه جدا. عايزين نعلي من الكره المصريه شويه. والله العظيم فرحان ان الزمالك بيدعم. ده الشق الاولاني رقم واحد. الشق الثاني، البقاء لله وان الله وانا إليه راجعون في الكابتن ايهاب جلال. احنا في وسط رياضي اوسخ ما يكون. احنا كلنا بنقعد نتريق ونشتم على الوسط الفني ونقول وسط وسخ. الوسط الرياضي لا يقل وساخه عن الوسط الفني بالامان. اولهم 90% من الجمهور المصري سواء اهلي او زمالك. كل الناس قعدت تشتم في ايهاب جلال لما كان مدرب المنتخب، ويمشي ومش عارف ايه ويمشي ومش عارف ايه. واتحاد الكوره والاداره المصريه واداره الكوره المصريه بتنساق وماشيه ورا الميديا، وهو ده اللي موقعنا ورا. هو ده اللي موقع الكوره المصريه ورا، انهم بيمشوا ورا الميديا وورا اراء الناس اللي قاعده ورا الشاشات التليفون وعماله تكتب وتشتم ويشيل ده وحط ده ويعمل ده. الراجل من حد يقول لي ده الكلام ده من 3 سنين، الراجل نفسيته تعبانه من ساعتها. الراجل في الطياره يا جماعه سمع باقالته في البرنامج، وهو في الطياره مع اللعيب. سمع ان هو تم اقالته في البرنامج. مش معقوله، مش ممكن. ما استنوش عليه اولا، ما صبروش عليه. طريقه الاقاله طريقه وحشه جدا. حاجه حتى ما بيخرجوش الراجل الخروج الامن. نستاذنك يا كابتن ايهاب، عشان خاطر الميديا وبتاع، عشان خاطر يبقى شكلك وحش، خليها استقاله مش اقاله. خليها استقاله، تبقى استقاله يبقى انت اللي استقلت، مش اقاله احنا اللي شلناك. لكن كره مصريه بتدار بدون تخطيط. والجمهور المصري اللي سواء اهلي او زمالك او اي جمهور، امشي امشي ويقعدوا يشتموا فيه، ودلوقتي عاملين ملايكه وبيقولوا اتظلم ومش عارف ايه. شيزوفرينيا الكره المصريه، شيزوفرينيا الكره المصريه. حد يقول يعني انت ما شتمتش فيه؟ لا. الماتشات اللي خسرها كابتن ايهاب جلال كنت معترض، ولكن انا من نوع من المدرسه بتاعت سواء مع الاهلي او مع الزمالك او مع اي نادي او مع المنتخب، من المدرسه بتاعت اصبر على المدرب لو بيلعب في الدوري دور اول كامل. طب لو بيلعب في افريقيا اصبر عليه بطوله افريقيا كلها. طب لو ماسك منتخب اصبر عليه تصفيات كامله او اصبر عليه البطوله نفسها كلها. تمام. ف لكن الراجل ماتشين ثلاثه اللي لعبهم وفي الاخر يحصل فيه كده،
طب الجمهور اللي كان ما انتوا اللي سخنتوا الناس المسؤولين، الحمير اللي ماشيين ورا الجماهير، انتوا اللي سخنتوهم وخليتوهم يشيلوه الراجل بالطريقه دي. الراجل مدرب كبير، مدرب قدير، مسك زمالك، مسك اسماعيلي، مسك مقصه، جاب بيه مركز تاني، لعب مع الزمالك في افريقيا. ايه ايه تقهروا الناس كده؟ وسط رياضي أقذر ما يكون. نحن نعيش وسط أقذر مجموعة بشرية وجدت على الإطلاق في الوسط الرياضي أو في الحياة العامة عامة. الناس قاعدة ورا شاشة التليفون، شيزوفرينيا. أشتم فيه ولما مات الله يرحمه، وظلموه. مين اللي ظلموه؟ طب ما انتوا اللي سخنتوا اللي ظلموه، ما انتوا اللي سخنتوا اللي ظلموه. نتحرى الدقة، نتحرى الدقة، ما نقعدش نشتم من ورا الشاشات التليفون، ما نقعدش نتريق بضحك كوميديا، لكن ما نضغطش على نفسية الناس، ما نضغطش على نفسية حد، ما نضغطش على نفسية حد، ما نموتش حد، ما ندمرش حد نفسيا عشان الاهلي ولا عشان الزمالك ولا عشان ما تعمليش فيها وطن ولا عشان خاطر مصر. في الاول وفي الاخر البني ادم هو الاهم من الاهلي والزمالك، وهو الاهم من مصر. فنتحرى الدقة شوية يا جماعة، ونهدى شوية، ونبطل نذم في الناس ونعيب في الناس واحنا مش عارفين حاجة. ده بيقول لك التمس لاخوك 70 عذر. ان احنا قاعدين مش شايفين الكواليس بتاعة المنتخب، مش شايفين الكواليس بتاعة اللاعب، مش شايفين ايه اللي حصل في ورا الكواليس، مش عارفين المدرب في ايه بيضايقه، في ايه لسه عايز يعمله، في ايه لسه بيتعرف على اللعيبة. اشتم 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 اشتم، إقالة إيهاب جلال. فطبعا مسؤولين اتحاد الكرة، الاطفال اللي احنا معينينهم، اللي ربنا يخلصنا منهم كلهم، كل مجلس اداره اتحاد الكوره ده واللي قبليه، بيمشوا ورا الميديا فبيسمعوا كلامه. اقلوا الراجل من هو في الطياره، اكيد حزت في نفسيته. اوعى تقول لي انت اللي بتسمعني مفيش موقف حز. الناس هتقول لي 3 سنين، بقاله 3 سنين. اوعى تقول لي انت اللي بتسمعني مفيش موقف هيحز في نفسيتك من 5 سنين ولا من 10 سنين. يبقى انت بني ادم مش طبيعي لو كل حاجه هتنساها كده. بتتناسى لكن مش بتنسى. انت بتتناسى لكن مش بتنسى، ما ينفعش تنسى. انا والدي ميت بقاله 6 سنين، هل يا ترى نسيته؟ بتناسى، بحاول اتناسى علشان اتعايش، لكن عمري ما انساه. اوعى تقول لي كده، ما حدش يقول لي بقى ده موقف من 3 سنين يعني ايه اثر عليه. ده كلها اعمار بيد الله طبعا، تعددت الاسباب والموت واحد. ولكن احنا بنقول ايه اللي بيقهر، ايه اللي بيقهر، ايه اللي بيوصل لكده، ايه اللي بيوصل لكده. رحمه الله عليك كابتن ايهاب جلال. اخلاق اخلاق اخلاق. انتوا كنتوا عايزين مدرب زي حسام حسن، كان شخر لكم للميديا كلها. وحسام حسن مش هتعرفوا تعملوا معاه كده، هيشخر لكم للميديا كلها ولاتحاد الكوره. انتوا مش عايزين غير كده، جمهور الكوره المصريه كله، المصريين مش عايزين حد غير حسام حسن. فنهدى شويه، نهدى شويه. وسط رياضي اقذر ما يكون، بدايه من منظومه الجماهير لمنظومه المسؤولين لمنظومه اللعيبه، اقذر ما يكون. نحن نعيش وسط اقذر مجموعه بشريه وجدت على الاطلاق. نحن نعيش وسط اقذر مجموعه بشريه وجدت عبر التاريخ. بس مش هنتكلم غير كده. السلام عليكم.